المغنى فن أصيل، واللي يعرف سره قليل، إن كان في الشرق ولا في الغرب ولا في المواويل. مش كل شيء بيلمع يبقى ذهب، ولا كل من غنى طرب. في بيت هند وداليا هنلاقي احلى طرب واحلى كلام، ومعانا فناننا النهارده محمود هلال. على راسي، اتشرفت بيكم والله. اهلا وسهلا بيك أهلا بيك حلقتنا وشرفتنا وبيت ونورتنا. هند وداليا على راسي. المتواضع الصغنن ده. ونبتدي من الاول. محمود هلال، انت عرفت امتى ان انت صوتك حلو وتنفع تغني؟ والله ده من زمان قوي قوي. من امتى؟ وانت طالب في المدرسة وانا يعني؟ طالب في المدرسه. دخلت في مسابقات في المدرسة، اه. كورال؟ في حد اكتشفك، حد شجعك من بيت ماما بابا في والله المدرسين؟ والدتي. والدتك شجعت. هي اللي شجعتك في الحاجه دي. طيب وبعد كده مشيت بقى في المسيره الفنيه دي ازاي؟ والله قابلت ناس مجموعه اصحابي كده. الاول كنت بروح حته في المعز اسمها حوش عطاي. اسمها ايه؟ حوش عطاي. حوش عطاي. منشدين مكان؟ منشدين في المعز. في المعز، شارع المعز. انشاد فيها اغاني اتعلمت انشاد. اتعلمت شويه حاجات. وبعد كده قابلت ناس تاني دخلوني الوسط. دخلك الوسط نفس الفن. امم طب انا سمعت صوتك قبل ما نبتدي الحلقه، انت صوتك من الطرب الجميل، على راسي. والطرب اللي احنا فاقدينه بقالنا كتير ما سمعناهوش. فين من ايام، يعني ايام ايه، انا مش عارفه اقول ايام هي ايام ايه من ايام زمان فعلا. بس فعلا من الاصوات الحلوه والاصوات المتينه والتقيله، والكلمات الملافظ بتاعتك اللي بتقولها حلوه قوي، والصوت ما شاء الله مش محتاج حتى مايك. ففكرتني بصوتك بطريقه فهد بلان. كان طبعاً، صوته تخين، مين على راسي طبعاً. جبلي وحلو جدا. اتعلم منه. يعني بص، انت دخلتك في الطرب حلو، بس انت اكيد بتعاني في نقطه معينه، مش هتقدر تكمل في الطرب، ولازم تكمل في اغاني المتمشيه بتاعه العصر. والله حضرتك، المشكله اللي الناس اصلا الذوق العام بتاعها بقى في الحيطات. تمام. يعني انا دلوقتي ممكن اروح اعمل اغنيه تتسمع وبقدم فيها رساله وما فيهاش اسفاف واغنيه محترمه جدا وما تتسمعش. ما هو ده اللي انا بتكلم ممكن اعمل عليه. مهرجان ويكسر الدنيا. عشان الناس خلاص خدت على المزيكا او الكلام اللي مش هنقول عليه تافه، هنقول عليه. طب ما احنا ممكن مش نعمل ميكس لذيذ. ما بين الكلام وما بين ما المهرجانات. انا بالفعل عملت كده. يعني انا عملت ميكس كام. ما بين الكلام الصح الحلو وما بين المهرجانات، طالما النغمه دي مثلا دي نغمه العصريه اللي احنا بنجريها دلوقتي. ما انا كنت لسه عايزه اقول هتعمل المعادله دي ازاي؟ انا الفتره اللي فاتت دي انا الحمد لله بكتب الحن. تكتب تمام. كمان وتلحن ما شاء عملت الله. عامل اغنيه اصلا شغاله السنه دي بتقول هتيجوا على سكتي، مصر كلها بتغنيها. ما شاء الله. تمام. كلمات والحاني غناء مطرب اخ ليا اسمه العتموني. تمام. الحمد لله رب العالمين. عملت حاجات كتيره. عامل اوبريت في بغداد كنت بتكرم بسببه من حوالي 20 يوم. وعامل اغنيه لمسابقه ملك الجمال العرب. انت منين اصلا يا محمود؟ انا اساسا من الشربيه، بس انا قعدتي في شبرا على طول. من شبرا. من يعني لا، من المكان. الشربيه. قالك من الشربيه بس قعدت قعدت في شبرا على طول على طول. اهلك كلهم وعيشتك من الشربيه. طب حاليا بقى شغلك ازاي؟ ابتديت ازاي؟ ابتديت قبل ازاي؟ شغلك ابتديت ازاي؟ ابتديت ازاي؟ انا دلوقتي كنت بشوف ناس صحابي. لا والله، واحد صاحب مع مايك واستوديو كده وسماعتين في البيت، بروح اجرب. مره على مره عملت اغنيه واشتغلت، فانا حبيت الموضوع. بس بعد كده السكه بس ما فتحت تزعلش لوحدها. مني، يعني هل الغنى موهبه ولا دراسه؟ موهبه ولا دراسه؟ اساسي يكون في موهبه. لازم. ليه ما حاولتش ان انت تدرسها ولا درستها؟ لا، انا درستها خبره. اه لان انا اشتغلت كتير في الشارع. تمام. انما انا ما خدتش ولا كورسات ولا خدت اي حاجه. يعني كنت بتعتمد على نجاح الاغنيه من الناس اللي حواليك، مش من الدراسه. يعني لقيت ان في ناس سمعت وناس مبسوطه، فانت حصل. حسيت ان الاغنيه دي نجحت. تمام. لكن ما خدتهاش كدراسه، بحيث ان انت بيقول لك مقامات الصوت. لا، انا فاهم الكلام ده وعارف الكلام ده. بس انا دلوقتي عشان اعمل ده انا قصرت على نفسي طريق طويل. ودلوقتي يعني الشيء الاساسي دلوقتي في النجاح السوشيال ميديا والناس. يعني انا مستغرب اصلا من حال الناس. يعني انا ممكن اعمل اغنيه. انا كنت عامل اغنيه بتتكلم عن الجيش وعن اللي احنا نكون ايد واحده وكلنا مع بعض. طبعا الناس ما بتعتمدش الكلام ده. الناس عايزه اسفاف، عايزه صلي وكله هوبا يلا. احنا مش هنقدر ان احنا نجاريهم برضو في حاجه زي كده. على الاقل علشانك انت ما تحسش ان انت بتغني اغاني هابطه. انت برضو عايز تعلى بالمستوى بتاعك وبتعلى خصوصا طبعا صوتك حلوه. وخساره انك انت تضيع النغمه بتاعتك في اي اسفاف. واحنا مش هنقول نغني
هما الناس بتعتبر ان الاغاني اللي ملهاش معنى اسفاف، حصل. لكن هي مش اسفاف ولا حاجه، هي ممكن تكون اغنيه زي الاغاني اللي كانت بتتغنى زمان. من كل حد في الدنيا كان بيغني، كان ليهم اغنيه ما معينه برضه حتى عبد الحليم، كانت بتتغنى. كله عبد الحليم حافظ برضه غنى كله شعبي. كان بس بيغني طبعا بس في حاجات فرق، بس ممكن في يكون فرق ما ملهاش بين، معنى. في فرق ما بين الشعبي اه وما بين العد اللي بيتعمل اليومين طبعا، دول. طبعا، في فرق ما بين طبعا اكيد لان يعني. الشعبي ده طبعا المدرسه استاذ احمد عدويه، طبعا واحمد استاذ عباس عدويه، حموده، قبل منها قلت استاذ عبد الحليم الشيخ. برضه حافظ، طبعا. عمل لا اغاني برضه انا شعبيه بتكلم، طبعا. انا بتكلم استاذ محمد الحلو. في تمام. ناس كتيره قوي قوي، بس بالنسبه للعد اللي بيتعمل دلوقتي ملوش علاقه اصلا بالاغنيه الشعبيه. حرام اصلا يتقيم اغنيه شعبيه. بس انت ما بتتهجهش ليها على ما اعتقد. لا انا بعملها، بس انا بقيت اعملها يعني بالشكل بتاعنا. انا بخش اغني اللي انا عايزه. بتحس ان بس هي اسفاف فعلا، ودي ان انا بغنيها عشان الناس عايزه كده. والله عملت اغنيه اسمها صفرة وانا ما بحبهاش اصلا. اللي هي اللي كانت الموسيقى اللي طالعه عليها ترند دلوقتي، يا صفرة مش عارف انا ايه، انت غنى عايزه بس ايه انا وحاجات بالظبط كده. بس انا ما عملت آه. عملت سيبو سيبو مع سادات. انا بس انا كنت بغني طرب. يعني انا كنت بقول باب السحاب الوان وانا اللي ببقى الناقص، يا خساره على الجدعان في دنيا دايره مصالح. هو بيخش مثلا يقول مهرجان. دي حلوه وصوتك حلو فيه جدا. ما انا بقى يعني انا الفتره اللي جايه دي يعني انا غيرت اسمي اصلا، كان الليثي كروان غيرته لمحمود هلال. انا كنت لسه عايز اسالك السؤال ده، انت ليه غيرت بقى اسمك من الليثي كروان لمحمود هلال؟ لان التمييز حلو وانا حبيت اميز نفسي. وبعدين ده اسمي الحقيقي يعني، مع اسمي محمود ابراهيم وجد ده اسمه كده هلال. معناته ان انت ناوي تاخد خطوات جاده بالنسبه لحياتك والمسيره الفنيه؟ يعني انا غنيت لايف مع الميجا ستار محمد عدويه قبل كده. ايه الاغنيه اللي غنيتها مع محمد عبد لا ده انا كنت بغني الاغنيه بتاعته هو وغناها سوا. وعملت حاجات كتير والله طب كويسه. ممكن نسمع منها حته؟ عشان من انا غير بحب موسيقى. صوتك، فانا عايزه اسمع صوتك من غير بصراحه. موسيقى عشان نقيم الصوت ده. نقيم الصوت. احنا طبعا مش ناس دارسه، بس سميع سمعني يعجبك يعني، مش اي كلام. كويس. يا ليل يا ليل، ودي دنيا بتظلم ناس وناس تعليها، بتقسى قوي على ناس بيضيع الحق فيها. يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليلي، سامحني يابا انا وسط غابة، والعشق ممنوع عالجلابة. صدقني يابا من غير غرابة ملناش مكان فيها الجلابة. واللي يقدر عالتاني ياكله يمحي اسمه من الكتاب، واللي يقدر عالتاني ياكله يمحي اسمه من الكتاب. يا على الناس اللي كان نحس معاهم بالأمان. يا الله بجد صوتك حلو جدا تحفه. لا انت ما جدا. تبقاش مهرجانات. وبعدين هو ما فيش موسيقى، بس لا. صوتك موسيقى. صوتك حلو. مزيكا من غير اي حاجه. صوتك قوي وجميل هو مش بقولك والمقامات ما على تبقاش مهرجانات فكره ما انت تغنيش، لا دارسها حلو كويس صوت. يعني. اه يعني انا مش حاسه بنشاز في الاغنيه وانا بسمعها، انا حاسه ان هو ده عامل الخبرة بقى. انت عملت زي مثلا اللي اتعلم حاجه من غير ما حد يعلمه، وحاجه الهيه، لان دي موهبه من عند الله سبحانه أكيد وتعالى. طبعاً، أكيد. الصوت زي اي حاجه في الدنيا موهبه. الرسم ممكن ما يعلمنيش واكون انا برسم، فانت عندك موهبه في صوتك. انا اول حاجه كنت بحبها اصلا كنت بعمل قصص. اه فهي الموضوع جه مع الناس يعني. انا يعني ممكن احكي قصه حياه بني ادم في تفاصيل اغنيه. فده طبعا كان عاجب الناس وماشي مع الناس ده جدا. على فكره حلوه جدا طبعا، جميل. في حاجات هعملها كده يا برضه. ريت تبقى تاخدها حتى بحاجات الشعب. في ناس بتواجه مشاكل كتير، لو انت دخلتها في اغنيه هتبقى حلوه. يعني انا في قصه هنزلها اسمها ميت في القبر يا جدي. اه دي الملخص بتاعها. ما هو لازم كل اغنيه تبقى بتتكلم حاجه. ايوه. الموضوع مش زحمه وخلاص. انا بحب القصص جدا جدا. يعني انا في قصه هنزلها الفتره اللي جايه دي اسمها ميت في القبر يا جدي. انا بكلم القبر، بكلم جدي. هتعملها فيديو كليب ولا هتصورها اغنيه بس؟ هعملها اغنيه بس. صوت. بس هي الاغنيه هتعجبكم عشان القصه من الوحي الواقع. طب ادينا حته كده منها. يعني انا بقول ايه؟ ليلي 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 عين ليل
يا ليل يا ليلي يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل. ميت في القبر يا جدي وبتتحسر على عيلتي، وبحس بدمع في عينك لما بقدم لك وردي. تعبان وبداري في همي، ولا شايف خالي ولا عمي، عيلة ومحسوبة عليا بالاسم يدوب من دمي. بيت العيلة انهار من بعدك، صلة الرحم بقت ممنوعة، ولا حد فيهم نفذ وعدك. تقدر تقول يا جدي أحبال مقطوعة. لا بجد الله، صوتك جميله تحفة. جدا مش جداً. حلو، مؤثر. مؤثر. انا كنت اعيط، حلو. انا كنت اعيط. بس انت فعلا صوتك مؤثر، صوتك حلو. يعني احنا ما شغلناش موسيقى وما شغلناش والله حاجه، ما شاء الله عليك. لكن انت عارف تقولها طب انت لانك مفيش انت حد حاسس شافك او بيه. اكتشفك بحيث ان هو انت ياخد عارف تتر الحاجه الأفلام، الميزه اللي فيك تمثيليات. ايه؟ انك انت بتكتب، فاللي بتكتبه حاسه. ايوه اكيد طبعا. فعشان انت حاسه فبتأديه صح، غير لما حد يكتب لك حاجه اغنيه يقول لك غني. لا، والاكتشافات بقى فين الناس؟ فين الناس؟ فين الناس؟ فين الناس والله بيجي. يعني انت صوتك ده ينفع تحت مثلا المسلسلات اللي هي بتاعت رمضان؟ عملت حاجه زي جميلة كده، جدا. عملت حاجه في رمضان؟ في مقاطع افلام معينه مثلا بيبقى محتاجين فيها اصوات كده حلوه. لا عملت حاجه في مسلسلات لا مثلا؟ عملت حاجه بس تترات؟ انا كنت كاتب وملحن بس. بس بس احنا عايزين أنا- مغني. بصي المشكله اللي انا بيجي لي عروض كتير، تمام. تمام، بس انا ما بحبش الابتزاز. امم وطبعا معظم اللي موجودين دلوقتي سماسرة طبعا. و... والوسط نبص من شويه، يعني بقى اي حد معاه جنيهين يروح يفتح استوديو صح. والموضوع اصلا بقى داير دلوقتي غسيل اموال. صح. انا بتكلم بجد، يعني هو الوسط باظ بسبب كده. يعني انا اجي دلوقتي مثلا اجي اسمع، مثلا لو هسمع شعبي اروح اسمع طارق الشيخ بقى، لو هسمع ناس بتغني اسمع استاذ عباس حموده طبعا، اسمع محمد عدويه، اسمع ناس، انا اسمع ناس هتغني. طب ما احنا صح. عايزين كده بقى من خلال البرنامج بتاعنا بيت هند وداليا بنناشد اي حد من الوسط الفني، الناس اللي لسه عايزه تحتفظ بالصوت الحلو والطرب الجميل، ان هم يتبنوك فعلا ويبتدوا يعملوا معاك انت اي اجتهد شغل، على أي ده حاجة. وان شاء الله لا ربنا مش بس، لا الاجتهاد، ينجحك ولكل الاجتهاد مجتهد والمعرفه طبعاً، برضو. طبعاً. والناس بإذن دي الله. بتقدر. يعني استاذ حلمي مثلا بكر كنا جايبين كلام عليه قبل كده في حلقه قبل كده. حلمي بكر بيكتشف الاصوات وبيحب الاصوات الجميله والطرب. هو اللي اكتشف اصاله، واكتشف أكيد. لطيفه، أكيد واكتشف طبعاً. ناس كتيره جدا وقدمهم. فيا ريت استاذ حلمي بكر يبقى هو متبنيك. يا سلام، ده على صوتك رأس جميل طبعاً. بجد. صوتك جميل صوتك بجد حلو والله. جدا وفي ما عروبه شاء الله حلوه. عليك. لا صوتك جميل ومؤثر لانك انت بتكتب، فهي كتابتك مخليه الصوت. ده كتابه وبيقول لك تلحين آه، وغنى. فهو يعني أنت راجل عملت حاجات، انا عامل اوبريت لبغداد بيساعد الناس على طب احنا عايزين المستقبل نسمع حاجه بس بالموسيقى بقى. بموسيقى. طيب قول لنا الملحن لو انت اللي لحنته، الاغنيه بتتكلم عن ايه؟ هشغل كلمات بتاعت في مين؟ في اغنيه اللي يمشي من حياتي. كلمات محمد سوسته، مم. بس الحان انا، توزيع سيلفي، مغنيها انا واخويا الكبير علي فاروق، ده حد مطرب برضه مطرب زي معروف جدا يعني. اه طبعا عامل دوتوات كتير جدا جدا مع ناس كتير، بس ده احب تراك انا بحبه في قلبي. يعني ده يعني انا شايف ده يعني احسن تراك من التراكات اللي انا بحبها انت جدا بتحس ان جدا. اخوك هو مثلك الاعلى وعشان كده انت بتحب تأيده او بتسمع له او عايز تبقى زيه؟ طبعا اخويا تامر الكبير، ده طبعا شرف ليا طبعا ان انا بقربه حتى. هو اللي شجعك؟ تامر اخويا طبعا بيشجعني لان هو في الوسط اصلا. نفس الوسط ما كمان جربتوش بيغني ليه يعني؟ تغنوا مع بعض؟ بيعزف آلة، شغال مع أصالة وحسين الجسمي ورامي عياش ومحمد عدوية و لا ان شاء الله ليك مستقبل كويس. انتوا ما شاء الله البيت كله طرب طب انت باباك ومامتك برضه ليهم في الطرب لا انا والفن؟ والدي بيسمع فريد الأطرش، انا حافظ حاجات قديمة كتير جدا يعني. بس انا حابب هو احنا بص، هي تمشي على الاغاني نفس كلها. لا الأغاني دي. انت مؤدي حلو، مش مؤدي ومطرب. يعني مش ممكن تكون تأدي مثلا وتدي شكل، لكن انت فعلا صوتك فيه عروبة حلوة.
انت عشان شرف انت ليا. كاتب فبتأديها باحساس شويه. صوته شتوي. لا شتوي؟ بلاش الشوط الشتوي صوته والنبي. شتوي. بلاش اسمعي بس الشتوي مني، هو صوته والصيفي. شتوي. ليه شتوي ليه؟ شتوي، ما المطره شغاله بره، فصوت شتوي. ربنا يا رب ان شاء ربنا الله يا رب يرزق الناس كلها. ربنا يرزقك يا ان رب. شاء الله. بس كويس جدا، انا فرحانه لك والله، احنا ومتمنى هنستنى لك حاجه الكنترول يا احسن. دراوره نكون جاهز، فاحنا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. سلام عليكم.